يا مساء الخير عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده شارك فيه معاكم منيو الاسبوع الثالث. زي ما متعودين مع بعض كل اسبوع بنعمل منيو لاكلات كده، بنكتبهم كلهم كده في ورقه ونشتري الطلبات وبنجهز بقى الحاجه اللي احنا عايزين نفرزها بقى او نجهزها. بتسهل علينا كتير. فيلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول، نحط لايك للفيديو واشتركوا بقى بالمره في القناه، ويلا نبدا مع بعض. اول وجبه معانا كانت بسيطه وسهله خالص، ما فيهاش اي حاجه واقتصاديه كده شويه، بس ما حدش يضحك عليا بقى. انا لقيت عندي نص كيس مكرونه اللي هي الصغيره دي، ونص كيس برضو من اللي هي القلم، فعملتهم الاتنين مع بعض وسلقتهم وعملت الصلصه بقى بتاعتها. انا بحب اصفي الصلصه بتاعت المكرونه دي، بحب اعملها كده ايه، يعني اصفي الصلصه من القشر والبذر كده، بتديني نتيجه حلوه جدا. وبعملها بالبصل والثوم وبس كده، ملح وفلفل اسمر. عملت بقى جنبها البطاطس القمر اللي انتوا شايفينها دي، وطبق سلطه كول سلو، وسلقت كمان بيض. هقول لكم سريعا بقى البطاطس الحلوه دي عملناها ازاي. انا قطعت البطاطس كده تخينه كده يعني شويه، وسلقتها وعملت بقى الخليط شبه الكيكه كده. حطيت في بوله كوبايه من الدقيق وشويه من النشا لو عندك، وحطيت بقى البهارات. بصوا بقى، حطوا البهارات اللي موجوده عندكم كلها. حطيت ملح وفلفل وكمون وكزبره وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر وبهارات فراخ وشويه شطه، وقلبتهم كده مع بعض لحد ما اداني يعني حطيت نص كوبايه ميه واداني كده خليط شبه الكيكه كده، الخليط بتاع الكيكه يعني. وحطيت فيها البطاطس اللي احنا سلقناها وطلعتها، حطيتها قلبتها في الفيجيتار كده او في الدقيق، يعني اللي متوفر عندك اعمليه، وقليتها في الزيت. وزي ما انتوا شايفين غدا سهل وبسيط وما اخدش مني وقت ومش هيكلفك كتير. دي اول وجبة كانت معانا. تاني حاجة بقى، بصوا، بما اني دي ما عملتش فيها بروتين، فتاني يوم عملت لهم بقى كبسة. مش قادرة اقول لكم بقى كانت حلوة قد ايه. 4 قطع من الفراخ، يعني مش لازم تبقى فرخة كاملة او يعني كمية من الفراخ. انا بجيب الفراخ وبقسمها بقى اول الشهر كده، بقسمها بحط في كل كيس على قد ايه عددنا. احنا 4، فبحط بقى في كل كيس ايه 4 قطع. تقدروا تعملوها برضو باللحمة، بتبقى بنفس الطريقة كده وبتطلع حلوة جدا. وعملت بقى الكبسة القمر دي يعني، وسلطة الدقوس وسلطة خضراء وشوية بطاطس كده ايه محمرة. اقول لكم سريعا بقى الكبسة دي انا عملتها ازاي. في حلة حطيت فيها مادة دهنية، وبشرت كده بصلاية كبيرة و4 فصوص من الثوم وقرن فلفل حراق، وشوحتهم ونزلت بالفراخ، خدت لون معايا. وبعدين حطيت بقى البهارات بتاعت الكبسة، وبتحطي كمان ورق لورا وحبهان وفلفل اسمر وشويه من الكزبره، وبتشوحيهم برضو كده مع الفراخ، وطماطمايه كده مبشوره. وزودت ميه كنت غلياها لحد ما الفراخ بتاعتي استوت، نشلتها. وحطيت الرز البسمتي دوت، انا كنت نقعاه نص ساعه كده، غسلته ونقعته وحطيته لحد ما استوى. وتظبطي الملح والفلفل بتاع الرز. وشوحت بقى الفراخ دي، اديتها لون يعني تحت الشوايه، وطلعت تحفه وحلوه جدا. وانا عملتها معاكم برضو في القناه، ابقوا شوفوها هتعجبكم قوي. عملنا فراخ، يبقى اليوم اللي بعده كده ما نعملش بقى ايه فراخ ولا حاجه. عملت ايه شويه لوبيا، طبعا انتوا عارفين احنا بنحب اللوبيا جدا، دي اكتر حاجه احنا بنحبها. وجنبها بقى رز ابيض وطبق سلطه ومخلل وبطاطس محمره. بس كده. اليوم اللي بعده محشي بقى، اي نوع محشي انتوا عايزينه بقى، كرنب، ورق عنب، بتنجان، اللي انتوا حابينه، من غير لحمه ولا فراخ على فكره. بيتعمل لوحده كده مع طبق سلطه، وبيبقى تحفه جدا جدا. وعلى فكره بيشبع، وممكن يقعد معاكي كمان باليومين. يعني بيبقى حلو قوي. ممكن تعمليه بقى بشوربه متفرزه. انا دايما بشيل عندي شوربه في الفريزر، وبطلع اعمل المحشي، وببقى مجهزه التسبيكه بتاعه المحشي كمان عندي، الصلصه بالخضره بتاعتها. فبيبقى يوم سهل جدا، ما فيهوش اي حاجه خالص. ومع طبق السلطه القمر ده مش محتاجه انت اي حاجه خالص، هو المحشي وطبق السلطه. مش يعني احنا عن نفسنا ما بناكلش يعني ساعات جنبه لا فراخ ولا لحمه، هو كده حلو قوي.
تمام. تعالوا بقى ايه نعمل صينيه بطاطس بالفراخ كده، يعني بطريقه حلوه جدا ان شاء الله تعجبكم قوي. بصوا بقى انا الفراخ عندي اهيت غسلتها كويس جدا بملح وليمون وجنزبيل، وشلت الجلد بتاعها وقطعتها كده، عملت لها فتحات بالسكينه. وعندي الخلاط هحط فيه طماطم وبصل وفلفل. دي التتبيله دي شبيهه جدا للتتبيله بتاعه الفراخ المشويه، بس احنا مش هنعملها ايه كده مشويه، هنعملها بقى ايه مع البطاطس في الفرن، وهتطلع حلوه جدا. جربوها بجد هتعجبكم قوي. قطعت هنا البصل والطماطم وفلفل بقى ايه بارد، وقرن فلفل حار كده لو حابين، مش حابين طبعا ما تضيفوهوش. وهنا كده كام فص توم مفرومين، حطيتهم بقى في الخلاط. وهحط بقى على الحاجات دي هحط بقى ايه مستردة، بتديها طعم حلو جدا. لو متوفرة عندك، مش متوفرة مفيش اي مشكلة خالص، ممكن تحطي ايه شوية خل وليمون. وده برضو ايه دبس الرمان انا بحب احطه في التتبيلات قوي، بيديها مزازة كده وبيبقى طعمها حلو جدا. هحط بقى البهارات، شوية فلفل اسمر وشوية من الكزبرة وشوية برضو من الكمون، وطبعا هنحط ملح، ودي معلقة صغيرة كده من البابريكا بتديها لون حلو قوي. نظبط بقى الملح بس كده. اخر حاجة بقى هحطها، هحط برضو شوية من الزيت. لو عندك زيت زيتون هيبقى حلو جدا، ما عندكيش حطي شوية بس من الزيت اللي هو زيت الذرة. وبس كده هنضرب بقى كل المكونات دي كده في الخلاط، وهي دي التتبيلة بقى بتاعتنا بتبقى جاهزة. عايزة اقول لكم بتبقى ريحتها تحفة جدا. انا ضربتها اهوت في الخلاط، وجبت بقى الفراخ عندي نشفتها، وهحط بقى عليها التتبيله دي. عايزه اقول لكم ريحتها يعني بصوا جميله جدا. انا هحط نصها على الفراخ، وهسيب النص التاني علشان احطه بقى ايه على الخضار. طبعا تقدروا تحطوا في الصينيه دي كوسه، تقدروا يعني مع البطاطس تحطوا كوسه عادي جدا. اي خضار انتوا ايه حابينه حطوه. بس كده هقلبهم كده بايدي علشان التتبيله بقى تدخل كده في الفراخ كويس. ويفضل كده ايه ان انتي تسيبي الفراخ في التتبيله دي 10 دقايق بس، ربع ساعه كده بتبقى حلوه قوي. جبت البايركس اللي انا هعمل فيه، وقطعت شرايح كده من البصل وشرايح من الطماطم والفلفل، وبرده ايه قرن فلفل كده حراق. بس انا هسيبه كده ايه سليم، علشان برضو ايه الولاد يعني ما يقابلهمش كده الفلفل. وقطعت البطاطس دي طرنشات كده تخينه كده شويه، وحطيت كده ايه شويه من التتبيله اللي هي فضلت عندي، وزودت كده الشفشق الخلاط كده شويه من الميه، وضفتهم كده على البطاطس. قلب كويس كده مع بعض علشان خاطر ايه الخضار ياخد من التتبيله. وبعد كده ارص عندي الفراخ. بس انا مش هزود بقى ايه ميه تاني، ولا هزود اي حاجه. انا يا دوبك هغطيها بس بالفويل كده، وهي بقى ايه هتنزل السوائل بقى كلها اللي فيها وهتستوي. حطيتها بقى في الفرن. اتأكدت ان البطاطس والخضار خلاص استوى. طفيت الفرن وولعت عليها الشواية، اخدت اللون اللي انتوا شايفينه ده. ومش قادرة اوصف لكم ريحتها بقى كانت عاملة ازاي. بتعملي بقى شوية رز ابيض جنبها وطبق سلطة وحلو جدا. عايزين تاكلوا البطاطس بالعيش تاكلوها بقى بالرز زي ما انتوا عايزين. المهم ان هي بتكون خطيرة وطعمها حلو جدا جدا. فراخ طبعا مستوية والبطاطس دايبة وبتبقى حلوة قوي. جربوها بجد بالتتبيلة دي. بجد هتبقى حلوة قوي وهتعتمدوها ان شاء الله. مش هتعملوا صينية البطاطس غير بالطريقة دي، هتعجبكم قوي.
الوجبة بقى اللي بعد كده طاجن المكرونة بقى في الفرن دوت. بصوا بيبقى حاجة كده سهلة وسريعة وبتبقى حلوة جدا، مش هتاخد معاكم وقت خالص، كله في الطاجن كده مع بعض. انا بجيب الطاجن كده بحط عليه ربع كيلو بس من اللحمة المفرومة مع الصجاها، كيس المكرونة كده بنحطه عليها بقى زي ما هو برضو. انا ما بسلقش المكرونه، وبعمل الصلصه بتاعتها عادي جدا كانك بتعملي الصلصه بتاعت المكرونه بالثوم، وبزودها بس شويه ميه مغليه كده. بعد ما يعني بظبط الملح والفلفل بتاعها، وبغطيها بقى عندي بالفويل، واحطها في الفرن لحد ما اتاكد ان المكرونه استوت. طبعا لو احتاجت شويه ميه بنزود لها شويه ميه كده وهي في الفرن، ونغطي تاني ونسيبها لحد ما تستوي. وبنقلبها بقى ايه في اطباق. لو عندك طواجن بقى صغيره بتعمليها وبتبقى حلوه جدا. ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم وتكونوا اخدتوا كده منه افكار، واشوفكم على خير ان شاء الله. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو وخدتوا منه حتى لو فكره واحده تحطوا لايك للفيديو، تشجعوني كده بكومنت، وتشتركوا بقى بالمره في القناه، وخدوا لفه كده ان شاء الله هتلاقوا منيوهات كتير جدا وافكار كتير جدا للتوفير. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.